في حلقة استخبارات الفانتزي النهاردة عندنا كالعادة يا جماعة مفاجآت كتير قوي، ومحضر لكم النهاردة شوية حاجات لذيذة جدا يا رب تعجبكم. ودايما بنبه على فايدة استخبارات الفانتزي. ليه بنحب نشوف استخبارات الفانتزي؟ علشان بنحب نشوف كل الأفكار بتاعة اليوتيوبرز وكل المشاهير عملوا ايه وكابتنوا ايه. النهاردة عندنا شوية مفاجآت لذيذة، ناس كابتنت إيساك وناس عملت حاجات جامدة جدا جدا، فهنشوف بقى كل الكلام الجميل. أكيد قبل ما نخش في حلقتنا ونخش في كل الأفكار وكل الحاجات الجميلة اللي هنشوفها النهاردة، لازم أشكركم طبعا على كم الدعم الكبير جدا اللي انتوا بتقدموه بجد. وبقينا دلوقتي 13400 سبسكرايبرز، بجد بشكركم جدا. وكل اللي ما اشتركش طبعا يشترك في القناه، واكيد يعني بكون سعيد جدا بكل الاصدقاء الجداد معانا. طبعا فقره استخبارات الاصدقاء، عندنا واحد من الاصدقاء الاقوياء جدا جدا في دوري كابتن نونو. كل اللي ما اشتركش يا جماعه في دوري كابتن نونو يشترك، وطبعا اكيد يعني يبعت لي رقم الاي دي لو عايز فرقته تطلع. بجد يعني بكون مبسوط جدا جدا بكل الاصدقاء اللي بيشاركوا معانا. النهارده في الحلقه عندنا طبعا كل الفقرات المعتاده، دوري فريق بين سبورتس، وعندنا طبعا الاف بي ال عرب يوتيوبرز، وعندنا واحد يا جماعه نجم الجوله، عمل جوله رهيبه جدا، اول مره نجيبه السنه دي، واحد من اليوتيوبرز اللي انا بحبهم جدا جدا. صحيح لم نتواصل مع بعض، لكن بجد واحد من الشخصيات اللذيذه جدا جدا، وجاب يا جماعه سكور رهيب. وهجيبه لكم كمان في الاول بعد ما نشوف المتصدر على كل اليوتيوبرز وكل المشاهير، هيكون هو معانا نجم الجوله النهارده. انا بقى يا جماعه عملت وايلد كارد في فرقتي، فطبعا تشوفوا فرقتي في اخر الحلقه، وكمان الحمد لله اتقدمت في الترتيب وعملت جوله كويسه جدا جدا بعد ما الوايلد كارد دي اتعملت. اكيد يعني لازم تشوف فرقتي في اخر الحلقه. مستني رايكم في الكومنتس، ومستني تبعتوا لي الاي ديز بتاعتكم في الكومنتس، ويلا بينا ندخل في حلقه. اخباركم ايه يا شباب وعاملين ايه؟ واحده من الحلقات كده اللي اتصورت بالظبط بعد ما الجوله خلصت، فيعني هنكون موطين صوتنا شويه بقى وهادين شويه، لاني حضرت الحلقه على طول بسرعه وحاولت ان انا انزلها بسرعه، علشان كتير من الاصدقاء بيقولوا لي نزل الحلقه على طول بعد ما الجوله تخلص. انا بحاول والله على قد ما اقدر. اكيد يعني الحلقه بتاخد مني شويه مجهود كده ومونتاج وتحضير، فيا رب دايما كده الحلقات تعجب. اول حاجه النهارده معانا في الحلقه هو دوري كابتن نونو. طبعا الملتهب بجد يا جماعه. ليه ملتهب؟ لان عندنا متصدر جديد، وفوزي اللي كان متصدر تماما بقى في المركز الثالث. عندنا زي ما انتم شايفين كده منيب مصطفى بقى في المركز الاول، وترتيبه ايه يعني ما شاء الله، يعني زي ما انتم شايفين كده جايب 1084 نقطه في الاوفرول، وجاب 50 نقطه في الجوله دي. كمان طبعا عندنا ابو سيف في المركز الثاني 54 نقطه، فوزي في المركز الثالث ب 38 نقطه زي ما انتم شايفين كده. يعني طبعا كانت جوله قويه جدا جدا. عندنا بقى يا جماعه لو ننزل شويه وهبه نور صديقي طبعا للجميل 64 نقطه في المركز السابع. عندنا طبعا برضو لو ننزل تحت شويه في ياسين جايب 68 نقطه في الجوله دي، كانت جوله رهيبه. وعندنا كمان تميمي تيم محمد تميم اللي جاب 67 نقطه، وهو اللي معانا النهارده في فقره استخبارات الاصدقاء. زي ما انتم شايفين كده جاب 67 نقطه، وترتيبه 7412 على العالم، ترتيب متميز جدا بصليبه وكوكوريا وتمبر. طبعا كوكوريا طرد في الاخر، لكن برضو جاب 5 نقاط، وعنده برونو فرنانديز وعنده ايساك وعنده كونيا، فكانت جوله ممتازه. كمان عنده روبنسون على البنش ب6 نقاط، وفابيانسكي كمان كان ب4 نقاط على البنش. ترتيبه ارتفع 9719 مركز من ال 17131 لل 7412، فكانت جوله ممتازه جدا ببرونو فرنانديز. ومحمد صلاح هو الكيلر، لانه طبعا زي ما انتم شايفين ما كانش بكابتن صلاح وكان كابتن بالمر، كانت فرق جدا، فرق كبير جدا جدا مع واحد من الاصدقاء السعيد جدا جدا ان هو يعني المتصدر وهو اللي طلع في القرعه، وهو محمد تميم. يلا بينا بقى ناخد على طول دوري فريق بين سبورتس، اللي رفيق صيفي ما زال هو المتصدر ب 53 نقطه و988 نقطه في الاوفرول، ما شاء الله يعني عامل موسم ممتاز. لكن احمد المحمدي يا جماعه بقى في المركز الثاني ب 59 نقطه، وكانت جوله قويه جدا جدا المحمدي، واكيد هنشوف فرقته دلوقتي. ننزل تحت يا جماعه، دكتور طارق الجلامه في المركز الثامن جاب كام؟ جاب 68 نقطه. هنشوف كم كابتن مين دلوقتي. واللي بعديه على طول ننزل شويه، مشاري خزايم 50 نقطه،
وحسام الدمسيسي كابتن حسام 59 نقطة في المركز العاشر. عمل جولة ممتازة جدا جدا كابتن حسام الدمسيسي. ننزل تحت كمان شوية هنلاقي عبد العزيز السليطي جاب 61 نقطة وفي المركز ال 14. يعني كلام جميل جدا وكلام جامد جدا. خلينا بقى ناخد على طول معانا فريق احمد المحمدي، كابتن احمد المحمدي اللي جاب 59 نقطة في الجولة دي وترتيبه بقى ال 560 ألف على العالم. وزي ما انتم شايفين كده كان عنده جافارديول، عنده بيدرو بورو، عنده موبومو، وعنده ايساك. فكانت جولة قوية جدا جدا من كابتن احمد المحمدي اللي جاب يا جماعة تغييرة وحيدة، جاب ايساك مكان واتكنز. عارفينه طبعا ان هو بيحب جدا طبعا فريق استون فيلا، فكونه ان هو غير واتكنز اكيد كان عارف ان واتكنز مش هيلعب، والتغييره دي عملت له 10 نقاط وكانت جوله ممتازه جدا لكابتن احمد المحمدي. اللي بعده على طول دكتور طارق الجلاهمه اللي جاب 64 نقطه في الجوله دي وجاب 68 نقطه بماينس 4 يبقى 64 نقطه من سيفتي 49 نقطه. فكانت جوله رهيبه برايا وصليبه وبيدرو بورو وكوكوريا وطبعا مبويمو، وعنده كمان محمد صلاح وعنده ايساك في الكابتنه. زي ما انتم شايفين جاب له 22 نقطه حلوين جدا جدا. جوله ممتازه لدكتور طارق الجلاهمه اللي زي ما انتم شايفين كده تقدم 593 الف مركز وترتيبه اصبح ال 2 مليون 787 على العالم. كان عمل تغييرين، جاب صليبه مكان جابريال، تغيير ما فرقش تماما لان صليبه جاب 6 نقاط وجابريال جاب 9، وجاب ايساك مكان واتكنز، فطبعا دول ب 10 نقاط يبقى 7 ناقص 4 يبقى 3 نقاط. هم دول اللي جولوا من التغييرين دكتور طارق الجلاهمه. اللي بعديه على طول فريق كابتن عبد العزيز السليطي اللي زي ما انتم شايفين كده جاب 61 نقطه بماينس 4 يبقى 57 نقطه من سيفتي 49 نقطه بجافارديول وكولوزوفسكي ومبومو، وعنده طبعا محمد صلاح في الكابتنه ودوران وكوديا، وطبعا كان عنده كمان جابريال على البنش ب9 نقاط. هو كان شاكك انه مش هيلعب، كان ممكن يلعب طبعا مكان دانك مثلا اللي جاب 0، لكن في كل الاحوال كانت جوله حلوه جدا. طبعا كانت حلوه جدا جدا اختيار دوران من عبد العزيز السليطي. يلا بينا بقى ناخد مين؟ ناخد اف بي ال عرب يوتيوبرز ونشوف مين المتصدر ومين الاول. اللي ما زال الاول وهو ندى علي ندى. صحيح جاب 47 نقطة في الجولة دي وكانت جولة صعبة شوية، لكن ندى ما زال هو المتصدر. وبعديه على طول بقى دكتور سامح فانتاستيك فانتزي اللي جاب 69 نقطة وصعد للمركز الثاني وكانت جولة رهيبة جدا ليه. وبعديه على طول محمود زوبي 32 نقطة، بعديه كابتن نون وجبت 57 نقطة وقربت جدا من محمود الزوبي زي ما انتم شايفين كده 1009. وطبعا محمود زوبي 1017 في الاوفرول الثالث والرابع. مدمن فانتزي عديت طبعا مدمن فانتزي في الجولة دي وهو جاب 44 نقطة. محمد صلاح بعد ما كان يعني عمل جولة رهيبة الجولة اللي فاتت، لكن في الجولة دي 44 نقطة. وبعد كده طبعا عبد الله عمرو ازوري، سلمى مشهور 34 نقطة المرة الثانية يمكن سلمى مشهور يعني تنزل شوية في الترتيب. وبعد كده محمد الأطرش فانتازيكو جاب 61 نقطة حلوة جدا الجولة الحقيقة. ننزل تحت شوية في المركز العاشر الأشاوس طبعا حطها في الجول يا ضياء 49 نقطة. علي أيمن فانتساوي 65 نقطة كانت جولة رهيبة. خلينا بقى على طول ناخد فريق ندى علي ندى اللي عامل جوله يعني مش قوي بصراحه. ندى الجوله دي 47 نقطه طبعا بنقطه سيفتي 54 نزل شويه في الترتيب. طبعا ايات نوري يعني كانت مأساة بصراحه، وعنده الدبل اب من دفاع نادي ارسنال. وزي ما انتم شايفين كده عنده تيمبر، طبعا عنده محمد صلاح في الكابتنه، عنده بوين ما عملش حاجه، وعنده كونيا وعنده جاكسون وعنده فابيانسكي كمان ب4 نقاط، لكن طبعا رايا كان هو الحارس. المهم يعني خلينا نشوف ايه اللي حصل. نزل 8357 مركز طبعا في الجوله دي، وان شاء الله باذن الله تعوض افضل وافضل في الجولات الجايه. يا اللي بعديه على طول يا جماعه دكتور سامح اللي جاب 71 نقطه، جوله رهيبه الحقيقه. دكتور سامح ليه يا جماعه؟ لانه كان مكابتن سون زي ما قلت لكم، في ناس كانت مكابتنه حاجات جامده جدا. عنده تمبر، عنده سون طبعا في الكابتنه، وعنده طبعا جاكسون وعنده كونيا. كانت جوله رهيبه، لكن كان عنده روبنسون كمان على البنش، نجم طبعا فريق نادي فولم، لعيب رهيب بصراحه يا جماعه، وعامل يعني شغل هجومي عالي جدا ب6 نقاط طبعا. وكانت جوله الى حد كبير رائعه جدا جدا لدكتور سامح اللي تقدم زي ما انتم شايفين 39,000 مركز، وبقى ترتيبه دلوقتي 28,000. كانت 68,000 بقى 68,000، 39,000 مركز لدكتور سامح ما شاء الله. كانت جوله رهيبه بسون الحقيقه، وكابتنه سون ورؤيه دكتور سامح اللي دايما متالق جدا جدا بكابتنه سون. هنا بقى ناخد يا جماعه نجم الجوله، واحد بقالي كتير جدا ما جبتوش، وهو مين بقى؟ هو عبد الله جاد. فاكرينه طبعا
لكابتن ماني ولا الكابتن صلاح؟ لكابتن ماني. صلاح يتألق، لكابتن صلاح ماني يتألق. وطبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه 73 نقطه، هو نجم الجوله طبعا بدون اي ماينسز. من سيفتي 50 نقطه. صحيح هو ترتيبه بعيد شويه طبعا ل 2,422,000، لكن بصوا يا جماعه فرقته عنده وان بيساكا، عنده رايا، عنده جافارديول، عنده ماديسون اللي جاب 18 نقطه، مبويمو طبعا كان مكابتن محمد صلاح وكونيا. فكانت جوله رهيبه جدا لعبد الله جاد، اللي يا جماعه تقدم في هذه الجوله 869,000 مركز من ال 3,291,000 لل 2,422,000. جوله رهيبه جدا لعبد الله جاد. ناخد بقى على طول مروان سري. مروان سري يا جماعه بعد ما كان متصدر بقى في المركز الثالث على كل اليوتيوبرز وترتيبه ل 40,000 على العالم، لان الجوله دي الحقيقه كانت جوله صعبه جدا لمروان سري اللي جاب 42 نقطه في الجوله دي. ما عندوش اي حد تألق تماما غير محمد صلاح، يعني الحمد لله الكابتنه وكونيا وجاكسون وروبنسون طبعا على البنش ب6 نقاط. كمان كان عنده فابيانسكي، لكن رايا طبعا كان جاب له 6. اللي بعديه على طول يا جماعه عمر زغل، قلت لكم عليه كتير. عمر زغل واحد من المبدعين جدا على منصه اكس، جاب 60 نقطه في الجوله دي وكانت جوله رهيبه ليه. من سيفتي 55 نقطه، وطبعا تألق عنده صليبه، جابرييل، عنده طبعا محمد صلاح في الكابتنه، وعنده كونيا وعنده ايساك. فكانت جوله ممتازه جدا، وكان حاطط ايات نوري على البنش، يعني كانت رؤيه منه جامده جدا جدا. وتقدم في الترتيب وبقى ل 52,000 على العالم. كان عمل تغييره وحيده، جاب ايساك مكان ويسا، فكانت تغييره موفقه جدا لعمر زغل. اللي بعديها يا جماعه على طول نور ماجد. نور ماجد يا جماعه ماشي بشكل مش طبيعي، جاب 67 نقطه بماينس 4 يبقى 63 نقطه، ترتيبه ارتفع ل 77,000 على العالم بفابيانسكي، بهال طبعا، بتمبر، بمحمد صلاح في الكابتنه، وبرونو فرنانديز وايساك. فكانت جوله جامده. لكن موبويمو كان عنده على البنش ب9 نقاط كاملين، وكمان روبنسون. تخيلوا لو كانت النقاط دي انضمت لنور ماجد كان راح فين؟ ترتيبه 77,000. فما شاء الله عامل جولات ممتازه جدا جدا نور ماجد. يجي بقى على طول لمحمود الزوبي اللي نزل طبعا ترتيبه في الجوله دي لانه جاب 33 نقطه. كانت جوله صعبه جدا على محمود الزوبي الحقيقه. 33 نقطه من سيفتي كام 55 نقطه، وما كانش في اي حد تألق عنده غير انزو فرنانديز، الاختيار الموفق جدا اللي جابه الحقيقه، ومحمد صلاح في الكابتنه. غير كده مفيش حاجه، لان طبعا كونيا هو اللي سجل مش لارسن. فكانت جوله صعبه جدا لمحمود الزوبي، ونزل ترتيبه 62,000 مركز في هذه الجوله. انزو كان النجم وكونيا كان هو الكيلر، فكانت يعني جوله صعبه. هو كان عمل تغيير واحد، جاب مونييز مكان مزراوي، طبعا تغيير ما عملش مردود. وان شاء الله باذن الله الجولات الجايه لحبيبي طبعا واخويا، ويعني هو عارف معزته عندي محمود الزوبي، ان شاء الله تبقى الجولات الجايه افضل باذن الله. اللي بعديه على طول يا جماعه يوسف عثمان. يوسف عثمان طبعا جاب 58 نقطه، 138,000 على العالم مركزه. عنده روبنسون نزل له مكان يعني جريفز، وعنده طبعا جابرييل، وعنده رايا. فكان عنده دبل اب. بالمر هي المشكله الوحيده انه كابتنه وما عملش حاجه طبعا. بالمر نص الملعب كله يعني ما عدا محمد صلاح طبعا اللي عمل الاسيست، وايساك في المقدمه، وكونيا. فكانت جوله الى حد كبير ممتازه جدا جدا ليوسف عثمان، وما شاء الله برضه عمال يتقدم في الترتيب. اللي بعديه على طول مدمن فانتزي محمد صلاح، اللي كان نجم الجوله الرهيب في الجوله اللي فاتت، لكن الجوله دي كانت جوله صعبه جدا. 46 نقطه زي ما انتم شايفين، وترتيبه طبعا نزل شويه بقى ل 155,000 على العالم. المشكله ان كان عنده دبل اب من دفاع نادي برايتن، وطبعا كانوا سيئين جدا في المباراه امام كريستال بالاس. مفاجاه كبيره الحقيقه كريستال بالاس عملها. جابرييل زي ما انتم شايفين كان عنده طبعا، وكان عنده كابتن بالمر برضو، وكان عنده طبعا في المقدمه ايساك وكونيا. كمان كان عنده روبنسون على البنش ب6 نقاط، كانت ممكن تفرق، او فليكن حتى ال3 نقاط، يعني كان النقطه بتفرق دلوقتي الحقيقه. لكن ان شاء الله باذن الله الجولات الجايه تبقى افضل لمحمد صلاح. سعيد جدا جدا انا تواصلت معاه الحقيقه، ويعني باذن الله دايما نتواصل كده على خير. اللي بعديه على طول فريق الرهوان في كون موازي، واحد من الاصدقاء الاعزاء والقنوات اللي قلت لكم عليها كتير يا جماعه. وعندنا النهارده في الحلقه واحده برضو من المفاجآت ان شاء الله، واحد من اليوتيوبرز كده اللي انا اول مره اجيبه برضو غير عبد الله جاد. يعني زي ما انتم شايفين كده ترتيبه 54 نقطه، ونقطه سيفتي كانت 54 نقطه، فترتيبه بقى ال 218,000 على العالم. كانت جوله ممتازه جدا لفيكم موازي، واكيد القناه تتابعوها باذن الله، قناه من القنوات القويه جدا. هو كان عمل تغيير وحيد، جاب جابرييل مكان مزراوي، فالحمد لله كانت تغييره موفقه جدا. اللي بعديه على طول سلمى مشهور. سلمى مشهور يا جماعه جابت 35 نقطه، وترتيبها طبعا نزل للجوله الثانيه على التوالي. ترتيبها بقى 344,000 على العالم. ما كانش عندها اي حد تألق تماما غير كابتنه محمد صلاح وكونيا. فكانت جوله غريبه جدا لسلمى مشهور. ان شاء الله الجولات الجايه تبقى افضل. زي ما انتم شايفين كده نزلت 166,000 مركز، من 178,000 ل 344,000 على العالم. فكانت جوله صعبه جدا جدا
جدا لسلمى مشهور. اللي بعديه على طول زيكو، فانت زيكو طبعا صديقي وحبيبي طبعا، يعني اللي تألق جدا في الجوله دي وجاب 64 نقطه. يلا بينا بقى نعمل حلقه زيكو، يعني مش عارف احنا كده ايه اللي حصل لنا، ويعني اكيد ان شاء الله هتواصل معاه عشان نعمل حلقه جميله باذن الله. وزي ما انتم شايفين كده 64 نقطه كانوا حلوين جدا، بهال طبعا وتمبر ورايا، ثنائي من دفاع نادي ارسنال وايساك وجاكسون، فكانت جوله ممتازه جدا. كانت بس ناقص بالمر، بس هو ما يبقاش هو الكابتن مثلا، حتى يبقى صلاح، لكن في كل الاحوال كانت جوله ممتازه جدا جدا لزيكو، وان شاء الله باذن الله دايما متالق ودايما موفق. اللي بعديه على طول عمر حسين، بقالي كتير ما جبتش فريق عمر، ولكن ترتيب عمر فاكرين يا جماعه، عمر كان يعني متصدر وكان في مركز رهيب. هو نزل طبعا شويه للاسف في الجوله دي برده، وبقى 456 الف على العالم زي ما انتم شايفين ب 49 نقطه من سيفتي 54. جابرييل هو اللي تالق عنده، وطبعا كان عنده برده كونيا، كان عنده مبويمو، كان عنده كابتنة صلاح، هم دول اللي انقذوا شويه الجوله، وباذن الله باذن الله في الجولات الجايه تبقى افضل لعمر حسين. اللي بعديه على طول حطها في الجول يا ضياء، يعني طبعا الاشاوس زي ما انتم شايفين كده جاب 52 نقطه بماينس 4 يبقى 48 نقطه، ترتيبه نزل شويه بقى 642 الف على العالم. هو كان عنده انزو برده تالق، وكان عنده كونيا، وكان عنده جاكسون، هم دول اللي تالقوا، بالمر طبعا زي ما انتم شايفين، لكن كان عنده ميكولينكو على البنش بسبع نقاط كانوا ممكن يفرقوا، كمان فابيانسكي كان عنده على البنش باربع نقاط، فيعني معلش بقى ان شاء الله تعوض في الجولات الجايه. خلينا نشوف تغييراته كان عمل ايه. جاب اليسون مكان فليكن، جاب انزو مكان جونسون، جاب ساكا مكان برونو فرنانديز، يعني الثلاث تغييرات عملوه زي ما انتم شايفين كده ماينس 7 حاجه مش ممكن. يعني الواحد اوقات لما بيعمل تغييرات كده بيبقى متخيل انها هتبقى جامده جدا، ويلاقي للاسف يعني التغييرات مردودها مش حلو. بما اننا جبنا فريق طبعا نحطها في الجول يا ضياء، محمود ضياء، خلينا ناخد بقى ونشوف فريق اللوست عبده اللي مش عارف مش بيعمل اي تغييرات بقاله كتير جدا. هل هو وقف بقى؟ هل هو بطل يلعب فانتزي ولا ايه الحكايه؟ هنشوف طبعا الكلام ده مع يعني محمود ضياء في حلقاته الجميله مع اللوست عبده. زي ما انتم شايفين كده جاب 60 نقطه، كان كابتن هالاند طبعا في الجوله دي، وما بيعملش تغييرات، هو سايب الكابتن على هالاند، نزل له طبعا زي ما انتم، وحاطط كمان الفايس على فابيانسكي، مش عارف اقول له ايه بصراحه. اللوست عبده ده جابرييل تالق، بيدرو بورو تالق، مبويمو تالق، وطبعا برونو تالق، وكونيا، فكانت جوله حلوه جدا ب 60 نقطه. ترتيبه ارتفع بقى ال 6,027,000 على العالم، ترتيبه بعيد جدا طبعا، وهو ارتفع 470,000 مركز، فكانت جوله حلوه جدا لوست عبده، واتمنى ان هو هيكون بيلعب في الفتره اللي بعديها على طول. يا جماعه واحد من الاصدقاء اللي جبتهم كده، ولكن يعني لازم اجيبه المره دي، هو محمد حسين راشد، اللي زي ما انتم شايفين يا جماعه جاب 60 نقطه بماينس 4، 56 نقطه بين سيفتي، 52 نقطه بكابتنة ساكا اللي ما عملش حاجه، انزو، وطبعا ايساك وكونيا وجاكسون الثلاثي في الهجوم. ابدع الحقيقه تمبر، لكن طبعا ايات نوري المشكله، وكانت جوله الى حد كبير رائعه جدا لمحمد حسين راشد. خلينا نشوف تغييراته لانه عمل تغييرات كتير جدا. جاب ايساك مكان ويلبك، تغييره زي الفل، جاب انزو مكان برونو، تغييره مش حلوه، جاب اوشي مكان جافارديول، تغييره مش حلوه، وكريكز مكان كين، ورايا مكان بيكفورد، تغييره برده مش حلوه. فتخيلوا كل التغييرات دي 5 تغييرات في الاخر يعني عملت له ماينس 2. سبحان الله التغييرات بقول لكم غريبه وعجيبه. اللي بعديه على طول احمد الكيال، احمد الكيال برده كان ترتيبه عالي جدا، نزل بشكل كبير، وزي ما انتم شايفين جاب 42 نقطه بماينس 8، ماينس 8 يبقى 34 نقطه، فطبعا نزل اكيد، رغم انه كان عنده هول وعنده بيدرو بورو وعنده انزو وعنده طبعا كابتنة هالاند، وعندوش حد في الهجوم، كمان كان عنده جافارديول على البنش ب7 نقاط، فكانت جوله رهيبه. خلينا نشوف تغييراته. جاب انزو مكان كيفن دي بروين، يا على الجوله دي ويا على كيفن دي بروين، ومحمد صلاح مكان بوين، وهال مكان جابرييل، فكانت يعني الحمد لله هال مكان جابرييل دي افضل شويه، لكن التغييرات 8 او يعني 8 نقاط وماينس 8، فجابت له 0، يعني كانه ما عملش اي حاجه. سبحان الله التغييرات العجيبه. اللي بعديه على طول كابتن شريف، صديقي طبعا وحبيبي، وبعتذر لكل الاصدقاء على ان احنا ما عملناش حلقه توقعات، يعني ان شاء الله باذن الله بوعدكم اكيد الجوله دي هيكون في حلقه مع كابتن شريف. وكابتن شريف يا جماعه كلمني كان في التليفون وقال لي معظم النتائج اللي حصلت، قال لي ان يعني فريق ليفربول هيعاني في الانفيلد قدام فولهام، وقال لي يعني ان ارسنال هيعاني قدام ايفرتون، وبصراحه والله قال لي كل يعني معظم الحاجات بجد كان قالها لي. خلينا طب نشوف كابتن شريف طبعا ملك التوقعات، 59 نقطه زي ما انتم شايفين بتمبر وان بيساكا، وكمان كابتن جاكسون، فكانت بالنسبه لي قويه جدا، وجوردون جوله من الجولات الرهيبه جدا، وارتفع في الترتيب بقى ال1,062,000 على العالم. خلينا نشوف ايه اللي حصل معاه برضو. هو زاد 194,000 مركز، وعمل تغييره وحيده، جاب ايساك مكان واتكنز. اللي بعديه على طول يا جماعه مين بقى؟ احمد اشرف
اشرف طبعا. زي ما انتم شايفين كده 66 نقطه في الجوله دي، وبقى ترتيبه المليون 770 بهال وجابرييل، وعنده طبعا بالمر في الكابتنه برده ما عملش حاجه، وجاكسون وكونيا. فكانت جوله ممتازه جدا لاحمد اشرف اللي ترتيبه ارتفع بشكل ممتاز جدا، وباذن الله يبقى موفق في الجولات اللي جايه. اللي بعديها على طول يا جماعه اخيرا تالق وهو فانتساوي يا جماعه في هذه الجوله جاب 66 نقطه. كانت جوله ممتازه جدا لفانتساوي الحقيقه. بهال برده وفابيانسكي، اخيرا فابيانسكي جاب له نقاط، لكن بيكفورد طبعا كان جاب 8 نقاط على البنش زي ما انتم شايفين، وكمان ميكولينكو ب7 نقاط كان على البنش مكان ايات نوري مثلا ولا حاجه. في كل الاحوال كانت جوله ممتازه جدا بايساك وكونيا، ويعني فانتساوي بيتقدم بشكل ممتاز. هو دايما فانتساوي انا عارفه يعني بيستعيد على طول مركزه وتالقه، وتقدم في هذه الجوله 533 الف مركز. اللي بعديه على طول يا جماعه عمر مجدي، اي كلام في الفانتزي زي ما انتم شايفين، جاب 53 نقطه من سيفتي 51، فارتفع الحمد لله في الترتيب، وترتيبه بقى ل 2 مليون 82 الف على العالم. طبعا زي ما انتم شايفين كده ما فيش يعني تالق كبير قوي غير من كونيا ومن جابرييل ومن تيمبر، الثنائي الدفاعي من فريق ارسنال. وطبعا كان عنده كمان جاكسون، لكن كان عنده هال ب 15 نقطه على البنش. الحقيقه لما شفتها كنت مش عارف اكيد هو يعني بيشعر بايه دلوقتي عمر، يعني كانت هتفرق فرق رهيب جدا. باذن الله تتعوض في الجولات اللي بعديها على طول. البوب شو ما شاء الله برضو بيتالق في الجولات اللي فاتت، 55 نقطه من سيفتي 51 نقطه وبفابيانسكي طبعا، لكن كان عنده بيكفورد على البنش مش عارف اقول لك ايه برضو، وتيمبر طبعا وبرونو فرنانديز، وكمان كان عنده ايساك وجاكسون. فكانت الى حد كبير جوله ممتازه لانه ارتفع في الترتيب، وباذن الله دايما يتالق اكتر واكتر حبيبي طبعا الكابتن البوب شو. اللي بعديه على طول رفيع عطله في الجوله دي جاب 52 نقطه بماينس 4 يبقى 48 نقطه من سيفتي 51 نقطه، يبقى نزل شويه في الترتيب بقى ل 2 مليون 314. من عنده فورستر حارس مرمى نادي طبعا توتنهام، وزي ما انتم شايفين كده، وعنده الثنائي من تيمبر وجابرييل. لكن المشكله طبعا ما كانش عنده غير ايساك هو اللي تالق، ومفيش اي حد تاني تالق في فريقه. فباذن الله رفيع عطله يتالق في الجولات الجايه. خلينا نشوف تغييراته. طبعا هو جاب ساكا مكان روتر، وجاب ايساك مكان هالاند. الحمد لله التغييرين يعني عملوا له 6 نقاط فارق، فكانت الى حد كبير تغييرات موفقه لرفيع عطله. يلا بقى ناخد على طول ملك الديفرنشلز محمد القاضي اللي اتكلمنا قبل الجوله وقال لي اعمل ايه في جافارديول، وقال لي هسيب جافارديول، والحمد لله ساب جافارديول وجاب له 7 نقاط. وهال طبعا هو جاب 52 نقطه في الجوله دي من سيفتي 51 نقطه، ترتيبه ارتفع ل 2 مليون 623 الف على العالم. وطبعا زي ما انتم شايفين كان عنده جوردون، مشكله ان عنده جونسون طبعا جاب 0 بالنقاط، وهالاند طبعا ما عملش حاجه. هو كان بيتوقع ان هالاند الحقيقه هيتالق في استاد الاتحاد، وطبعا زي ما شفتوا كده مانشستر سيتي خيب الامال وخيب الظنون، وطبعا ما عملش حاجه هالاند في هذه الجوله. في كل الاحوال ترتيبه ارتفع 72 الف مركز، وباذن الله دايما متعلق وموفق محمد القاضي مالك الديفرنشلز. ناس كتير جدا سالوا عليه الجوله اللي فاتت، وبعتذر طبعا لكل الاصدقاء اللي سالوا عليه، لانه دايما عنده افكار خارج الصندوق. وباذن الله الجولات الجايه تبقى. اللي بعديه على طول كابتن عطيه عبد الخالق اللي جاب في الجوله دي 37 نقطه بماينس 4 يبقى 33 نقطه. جوله صعبه جدا. كوكوريا وايات نوري وروبرتسون الثلاثه اتطردوا. تخيلوا يا جماعه لما يكون في حد عنده في يعني 3 لعيبه اتطردوا في فرقته، فطبعا لازم يبقى السكور ضعيف كده. بالمر الكابتن وايساك الحمد لله جاب له ال 11 نقطه، فكانت جوله عجيبه. كمان كان عنده ريكو لويس كمان برضو طبعا كان مطرود. يعني بصراحه جوله غريبه جدا. ان شاء الله باذن الله الجولات الجايه تبقى افضل لكابتن عطيه عبد الخالق. طبعا حبيبي برضو روبرتسون هو كان تغييره مكان باو توريس، وايساك مكان واتكنز. تغييره طبعا الثانيه كانت حلوه، لكن روبرتسون للاسف الشديد طبعا جاب ماينس 3. فباذن الله الجولات الجايه هتبقى افضل. اللي بعديه على طول دكتور فانتزي اللي دايما يعني بكون سعيد جدا ان انا بشوفه وبعمل له كده كومنتس على يعني في حلقته او في اللايف بتاعه. باذن الله يعني دايما متالق. باذن الله الجولات الجايه تبقى افضل. والله يا حبيبي يعني انا عارف والله يعني ان الموسم ده موسم ايه كده غريب شويه، وباذن الله الجولات الجايه تبقى افضل. 47 نقطه في الجوله دي، ترتيبه نزل شويه للاسف بقى ل 4 مليون 797. برضو عنده بالمر في الكابتنه، ايساك وكونيا، وعنده مبويمو على البنش ب 10 نقاط. كانت جوله يعني برضو مش عارف اقول ايه، يعني كان طبعا اتمنى ان هو يلعب مبويمو، لكن فعلا كان هيلعبه مكان مين. في كل الاحوال ان شاء الله باذن الله الدنيا تظبط اكتر. هو عمل تغييره وحيده، جاب كريكس مكان لويس، فطبعا التغيير ده جاب له نقطتين. اخر فرقه في حلقتنا النهارده قبل فريقي هو بقى ايمن حاتم وقناه ايمنولا اللي زي ما انتم شايفين كده جاب 37 نقطه في الجوله دي بترتيبه طبعا 3 مليون 616. وطبعا كان عنده بيدرو بورو، عنده محمد صلاح في الكابتنه، عنده كونيا
دونيا واحده من القنوات الجميله، واكيد يعني لازم تتابعوها برضو، واحد من الشخصيات اللي انا تابعته ولسه ما تواصلتش معاه خالص الحقيقه، لكن انا بتفرج عليه برضو وسعيد جدا جدا ان انا يعني جبته النهارده في الحلقه، واكيد يعني هحاول برضو اتواصل معاه واقول له يعني ان انا جبت فرقته في الحلقه دي، وكانت مفاجاه الحلقه النهارده. اخر فريق في حلقتنا النهارده هو فريق كابتن نونو اللي عملت وايلد كارد زي ما انتم شايفين كده، وجبت في الجوله دي 58 نقطه. كانت جوله الى حد كبير الحمد لله كويسه زي ما انتم شايفين كده. المشكله كانت في اليسون بيكر، وطبعا المشكله يعني ان فابيانسكي جاب 4 نقاط كانوا ممكن يفرقوا معايا بصليبه وميلينكوفيتش. خدت ميلينكوفيتش دي يا جماعه من مين؟ من زيكو، يعني من زيكو، وجاب 9 نقاط زي ما انتم شايفين كده، وكانت جوله ممتازه جدا. انا كان عندي برونو فرنانديز والله، وغيرته في اخر ثانيه وجبت بون، لان انا طبعا انتوا عارفين انا بحب مانشستر سيتي، فقلت لا طز بقى في برونو ومش عايز اشوف، مش مهم النقط حتى، ولكن يعني اخترت بون مكانه، فطبعا فرق جدا لو كنت يعني سبت برونو. كانت يعني الحمد لله جوله الى حد كبير كويسه، وترتيبي طبعا 136 الف على العالم. باذن الله باذن الله دايما مستمتعين مع بعض بالفانتزي دي. كده كانت حلقتنا، والى اللقاء.